يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سوالف طبية. دكتورة أماني العلي، حياك الله معنا. الله يحييك دكتور محمد، مشكورين على استضافتكم في برنامج المميز. الله ما يسلمك إن تقصرون إن شاء شاء الله. الله نعطي نصايح حق هالمرة شنو؟ حق المشاهدين في بعض المشكلات اللي تصير حق المشاهدين من ناحية الغذائية وأيضا اللي تسبب السمنة. دكتورة أماني، حضرتك متخصصة في التغذية العلاجية. دكتورة، يمكن النسبة وايد كبيرة صارت عندنا بالكويت، صح. واعتقد حتى السادة المشاهدين يمكن سمعوا ان احنا في المراتب الاولى عالميا في السمنة وايضا في امراض السكري. صح. دكتورة، اعتقد يعني صار واضح عند كل الناس، مع اني انا مستغرب دكتورة ان الوعي والثقافة المجتمعية والناس اللي يمارسون الرياضة صح. ومراكز الصحية والجيم منتشرة، م-م. لكن بنفس الوقت ايضا السمنة باقية. دكتورة، شنو السبب؟ مطاعم ما شاء الله. مطاعم. نشوف احنا من ألذ كل مطاعم العالم. فريج صح. كل فريج تلاقي مطعم. نعم. وكل يوم يطلعوا لك مطعم جديد، مهم. وكل يوم يعطونك ما شاء الله افكار جديده. صح. مطاعم عندنا بالكويت شكل فظيع. عندنا بتنشر بشكل فظيع. احنا اكثر اسباب اللي هم السمنه عندنا الفاست فود. الفاست فود، وهم لا تنسى احنا متعودين على اكل مجبوس دياي، مجبوس لحم، دهون، كله دهون. صحيح. اكلاتنا كلها دهون. وحتى الوقت العصاري لو بتشوف يحطوا لك القهوه مع السويت. صح. لازم حلا على قولتك، لازم في حلا، في سويت، قهوه. حتى بالدوامات ما شاء الله لما تدش معجنات ولا حلو لازم يكون هذا يسطروا لك اياها. صحيح. فاحنا عندنا عاداتنا غلط، اختياراتنا الاكل كلها غلط. وايد يلجؤون حق الفاست فود وحق المطاعم. الحين ما شاء الله الحين تشوف الطلبات، بتروح تطلب لك اي شيء تلاقيه بيزي 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 من كثر صحيح. الطلبات اللي هم. واغلبيتهم يكونون شنو، ترى اغلبيتهم يكونون مراهقين. صحيح. لو بتلاحظ ترى كلهم اكثر شيء المراهقين اللي ما يطبخون لك، فيلجؤوا لك اكثر شيء على ممتاز. دكتورة، أنا أشوف يعني أن هذه عاداتنا وتقاليدنا مثلا، أو نوعية الغذاء مثلا في المنزل قديمة موجودة، لكن ما كانت هذه النسبة. فأعتقد أن التأثير الكبير مثل ما حضرتك بينتي هو المطاعم والفاست فود، وخصوصا دكتورة صار فيه سهولة. أنا دقيقة مثلا أي توصيل أحسنتي، أنا ممكن بسهولة بس أوردر، ما يحتاج أنا أنطر وكذا، والفاست فود سرعة وصوله. لكن دكتورة، كقيمة وجبة غذائية دكتورة، المشروب الغازي والفرنش فرايس مثلا، البطاطا المقلي، وايضا الساندويتشات دكتوره، كم سعرها حراريه؟ تقريبا هو يعتمد هو على حجم، في لارج في ميديوم مثل ما انت عارف. صحيح. يسمونه، بس هو يعني بتوين تقريبا 500 ل 600. بس شنو 500 600؟ هذا فيها صوديوم عالي، املاح. صحيح. اوكي، لان فيها لحم ما لحم، فيها دهون عاليه. لو الدهن اللي يقلوا لك اياه هو نفس الدهن يمكن صار له يوم كامل يقلوا لك اياه، يعني ما راح يغيروا لك الدهن حق كل وجبه. أكيد. مستحيل هذا. صحيح. اوكي، فيعني يمكن يعطيك، يمكن يغير لك يعني مره ولا مرتين الدهون. زين الدهن لما تعرضه حق الحراره واحد عاليه قصدي يتهدرج، يصير هدرجه، يصير عنده عاليه، هم بعد هذا مضر. فيصير معاهم اكثر شيء امراض القلب، ما امراض القلب هذول. فالدهون عندنا عاليه، الصوديوم عندنا عالي وجبات، زين غير المشروبات الغازيه. صحيح. سكرياتها شيء فظيع اللي فيه. دكتورة، أنا قريت دراسة تقول أن هذه الوجبة الغذائية لما تكون ماخذ مثلا مشروب غازي كبير، وأيضا البطاطا المقلي مثلا أيضا كبير مع السندويشة، مرات يطوف ال1000 سعرة حرارية. قلت لك على حسب لارج وميديوم. طبعا دكتورة، يعني ترى 1000 سعرة حرارية وجبة واحدة وايد، يعني صدق وايد، وخصوصا أن هي يعني سيئة نفس ما حضرتك بينتي كعناصر غذائية جدا مشكلة. يعني هذا الشيء المفروض دكتور أصلا يعني يصير مو بس إنه يعني مثلا الشخص هو اللي يمنع نفسه، لا، يصير في وصاية من الأهل، خصوصا حق الأطفال، إنه لا يتعودون من الصغر. نجت ما نجت هذولي. أحسنت. يعني هذه الأمور أعتقد أن هي فيها وايد مشكلة خصوصا من الصغر. صح. دكتورة، راح نتكلم عن النقاط هذه كلها بشكل مفصل، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع الدكتورة أماني العلي. حياكم الله. تعرفون تمرين الديد ليفت وايد ناس يحبون يلعبونه لتقويه عضله اسفل الظهر او عضله الجلوتس، لكن في ناس لما يسحبون الوزن من الارض تحوشهم الام باسفل الظهر. انا ما اتكلم عن الام العظام، انا اتكلم عن الام الشد العضلي. ودائما لما يسوون تمرين يسوونه بهالطريقه، من الارض ونصاعد. لكن اليوم بعطيكم بديل حقه، او هو مو بديل، هي طريقه او تقنيه
انك ترفع الوزن بطريقه تسبب الم اخف على الظهر او تخفف الضغط على اسفل الظهر. شوفوا معي هذه الطريقه، بس نحتاج معانا بليتين، بليت على اليسار وبليت على اليمين، ونجيب البار ونصعد الاوزان فوق، وتكون عندنا الاوزان فوق مستوى الارض. لما نلعب الديد ليفت بهذه الطريقه راح يكون الضغط اخف وايد على الظهر بهذا الشكل. جربوها واتمنى تستفيدون. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتوره امان العلي، كنا قاعد نتكلم عن الناحيه الغذائيه وخصوصا عندنا هنا بالكويت، وايضا الارقام المرتفعه في الناس المصابين في السمنه وايضا امراض السكري. دكتوره بينتي لي الوجبات السريعه الفاست فود لها يعني هي تعتبر المشكله الرئيسيه بالنسبه للسمنه وخصوصا سمنه الاطفال. دكتوره شنو في نوعيات غذائيه اخرى يجب علينا ان احنا نكون واعيين كاسره ان احنا نحمي عيالنا منهم؟ الحين اللي اكثر شيء دارج هم بعد الحين حاليا النودلز. وايد الاهالي يتجهون حق النودلز، ولو منزلين لهم انواع وايد، فتلاقي اكثر شيء يروحون لك ياكلون لك نودلز لانه يكون سريع. نعم. ايضا سوسج ما سوسج اللي هم اللي فيها املاح عاليه. صحيح. هم بعد تلاقيه ياكل وايد سوسج، حتى النقص ما نقص يعني يلبون النقص. اوكي النقص هو دياي بس البقسمات اللي فيه يعتبر كارب. صحيح. زين هذا كارب، وغير اللي انت بتحطين له اياه بالدهن هذا فيه فات، فانت اعطيتيه هاي فات هاي كارب، ما راح يستفيد منه الشيء اللي ياكل. صحيح. دكتور انا اعتقد اصلا حتى النقص كنقص يقول انه هو مو يعني دياي. انا سمعت سمعت انه هم يحطون ميكس وكذي كله يكون في مثلا بهارات عاليه وصوديوم عالي. فاعتقد كقيمه غذائيه يعني لو انت كمثلا والده تقومين انت تسوين او تصنعين الاكل صح. عندهم في البيت وتطهينه الطهي في المنزل، اعتقد وايد يكون افضل. وايد افضل. ودكتور يمكن شفنا احنا حالات انه لما يمرون علينا عيال مثلا في الكثير من الاماكن اللي ياكلون اكل منزلي ومصنع في البيت غير عن المثلجات وهي النقاط هذه. صح دكتوره؟ تلاقيهم حتى بشرتهم غير. ما شاء الله. حتى ما شاء الله، حتى ذكاء، حتى بالدراسه بالعقل بالذكاء تلاقيهم الناحيه الذهنيه نعم اشطر من اللي اكثر شيء اللي مايلين على الاكل. صحيح. الدهون ما الدهون وهالسوالف. دكتوره شنو رايك في الناحيه الرياضيه؟ هل لها تاثير؟ طبعا ايضا اكيد. احنا المشكله عيالنا كلها رباده. الاجهزه الذكيه دكتوره حتى بحصه الالعاب تلاقيهم ما يبون يلعبون، يطلعوا لك تغارير اي شيء، يبون لنا اي شيء، المهم انه اعفاء من الياهل انه يلعب في حصه الالعاب. نعم. اوكي، او ان الولد فيه اي شيء. بالعكس هو حصه الالعاب عنده تنعش اصلا حق الياهل انه يعلمه على الرياضه. انزين الركضه هذه ركضتين تشوفينه يمكن يحترق 100 ولا 200 كالوريز حقه. صحيح. بالعكس يفيده اكثر. ممتاز دكتوره. اصلا احنا اتذكر ايام قبل كنا نتمنى حصه التربيه البدنيه على اساس بس ان احنا نتحرك ونلعب وكذي. فاعتقد دكتوره الجيل هذا يبي له الكثير من الوعي، يعني من خلالنا، من خلالكم، من خلال الاعلام، وايضا ان نوجه رسائل توعويه لاولياء الامور ان انتم حفزوا عيالكم على ممارسه الرياضه، شاركون في انديه، شاركون في اكاديميات، حاولوا نفس ما حضرتك بينتي ان تهتمون في الناحيه الغذائيه صح. لهم اساس تقل من هذه المشكلات وايضا من السمنه. لكن دكتوره انزين عندي ولد مثلا انا مصاب في السمنه، اوكي شنو مثلا اسوي له كنصائح تقدمينها للام مثلا؟ مثلا عيالي انا مريض، اذا كان عنده طفل تقريبا 80% نصايح ما يكون حق الياهل. اوكي. عند الام اهم شيء الام تكون، يعني ساعتنا مثلا الابو يجيب ولده اقول له لا تجيب لي بولد بس من غير الام. يجيب لي امه بعد. صحيح. اوكي، فدائما احنا ننصح من يجون اطفال، مثلا اذا كان عندي موعد عندي مراجع طفل لازم اوصي ان الام تكون موجوده لان 80% الام. حلو. اوكي، وال20% الطفل نقعد نكلمه، بس مهما كان الطفل ما راح يفهم. اكيد. ياهل بعده. اذا كان بالذات عمره 8 5 6 للحين مو عارف شنو هو الصح وشنو هو الغلط، كله يعتمد على الام. فالام هي لازم تكون وراء، اللي هي معاه 24 ساعه بالبيت. صحيح. فلما انا انصحها اقول لها لما تجين تحطي له الصحن حطي له الكميات اللي وصيت اياهم على حسب اللي يحتاج حقه هو. ممتاز. دكتوره امان العلي باسمي واسم اسره برنامج سوالف طبيه نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمه. الله يسلمك، ما تقصرون، مشكورين على استضافتكم. الله يسلمك ان شاء الله دكتوره. اعزائي المشاهدين وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم،
نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.